المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. استشهاد قائد القوات البحرية اللواء حمد كاريكاري. امتحانات الشهادة الثانوية تجري من 18 إلى 25 من مارس. مديرية صنعاء تشهد حصاد محصول بطاطا جيد. روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد. انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ظلت قرب مستوى قياسي مرتفع. والمفوضية الأوروبية توصي ببدء مباحثات انضمام البوسنة للاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استشهد اليوم 13 من مارس قائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري جراء مرض ألم به عن عمر يناهز 73 عاما. التحق المناضل اللواء حمد كاريكاري بصفوف جبهة التحرير الإريتريا في شهر مارس 1969 ومع ميلاد قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1970 كان من المؤسسين الأوائل، وناضل وقاد في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الإمداد وقائد البحرية وعضو في اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. بعد الاستقلال عمل اللواء حمد كاريكاري حاكما لإقليم دنكاليا وقائدا للقوات البحرية الإريترية وقائدا أيضا للقيادة الشرقية ومنسق جبهة التصدي والتنمية الشرقية، وليخدم شعبه ووطنه حتى يوم استشهاده بتفاني وإخلاص وكفاءة. المناضل اللواء حمد كاريكاري متزوج وأب ل4 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 10 من بعد غد الجمعة في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الدفاع والقوات البحرية عن بالغ حزنهما لاستشهاد اللواء حمد محمد كاريكاري، وتقدم تعازيهما الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. أعلن مركز المواصفات والتقييم في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي أن الامتحان الوطني للشهادة الثانوية سيجري في الفترة من 18 إلى 25 من مارس. وذكرت مديرة المركز الدكتور بسرات قبرو لوكالة أنباء إيرينا أن امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية لهذا العام ستجري في الفترة من 28 في 28 نقطة امتحان في 12 مواد في جميع أنحاء البلاد وفي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية. وقالت إن العدد الإجمالي للممتحنين هو 30,779 ممتحنا، 50% منهم طالبات، مضيفة أن عدد المشاركين أظهر زيادة كبيرة بنسبة 45% عن العام الماضي. 60% من الممتحنين هم طلاب مدرسة وارساي كاولو والمدارس الفنية، بينما 40% هم أفراد قوات الدفاع وغيرهم. وأشارت إلى جلوس 60 امرأة من برامج تعليم الكبار في أفعبت وصبرا ومهممة لامتحان الشهادة الثانوية الوطنية، و175 طالبا في جدة والرياض، و31 في سجن وإصلاحية السنبل. ودعت مدير مركز التقييم الدكتور بسرات قبر الممتحنين على التركيز حتى اكتمال الامتحانات. أفاد مكتب الزراعة في مديرية صنعاء في حصاد محصول وفير من بذور البطاطس المحسنة من نوع إلكترام زرعها المزارعون النموذجيون. وأوضح أخصائي تنمية البستنة السيد زرسناي قبرز قابهيرة أن المديرية تتمتع بمناخ مناسب وتربة خصبة وموارد مائية مناسبة لبذور البطاطس المختارة. وقد ذكر أن البذرة المختارة من نوع إلكترام مقاومة للأمراض والآفات، ويمكن حصادها خلال 90 يوما وتعطي إنتاج عالي. وقال إن وزارة الزراعة ستشتري منتجاتهم بزيادة 25% عن سعر السوق لتشجيع المزارعين المثاليين، مشيرا إلى حصاد 200 إلى 300 كنتال من البطاطس من الهكتار الواحد العام الماضي. وأوضح خبير وقاية النباتات السيد نبر قبره عدم وجود آفات وأمراض مثيرة للقلق في المديرية، وأن المزارعين
يكافحون الفطريات التي تظهر في بعض الأحيان بالمبيدات الحشرية بالتشاور مع المختصين. دعا مسؤول مكتب التعليم في مديرية تسنية الأستاذ صرافي الكفر قرقيش على تعزيز العلاقة الثلاثية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز جودة التعليم في المديرية. وأوضح في الاجتماع الذي عقد يوم 7 مارس لتقييم النصف الأول من العام الدراسي أن متوسط معدل النجاح بلغ 73% من بين أكثر من 22,656 طالبا مسجلين في 27 مدرسة. وقال إن مشاركة الإناث وبرنامج عريوت يظهران تطورا جيدا، غير أن مشاركة الطلاب في المناطق الريفية ليست مرضية. وأشاد مدير المدارس في تقاريرهم بالمبادرات التي اتخذها المجتمع لسد النقص في المدارس، مشيرين إلى أن اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص المكتبات والمعامل وعدم وجود مرافق رعاية الأطفال للأمهات المعلمات يؤثر سلبا على العملية التعليمية. وذكر مسؤول التعليم في إقليم القاشبرك الأستاذ محمد علي إبراهيم الانتهاء من عملية الطباعة لاستبدال الكتب القديمة. وذكر مدير مديرية تسنية السيد سيوم جبريسوس الآباء بإرسال أطفالهم إلى المدرسة ومراقبتهم بشكل صحيح. وقدمت في المناسبة شهادات تقديرية للمعلمين المثاليين ورياض الأطفال الخاصة. أحدث المواطنون الذين تم تأهيلهم بالقوارب في مديرية الدهلك بالتعاون بين وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة المديرية تغيرات مشجعة في حياتهم المعيشية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد حسن علي لوكالة أنباء إيرين أن برامج التأهيل التي أجريت في السابق بالماشية والموارد الأخرى لم تكن فعالة. وقد حققت المبادرة المتخذة عام 2019 بإجراء الدراسات للاستفادة من موارد محيطهم حققت نتائج مرضية. وقال إن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب تتأثر بالظروف المناخية والجغرافية، مضيفا أنه تم تحديد أكثر من 60 شخصا محتاجا للعون وسيجري تأهيلهم تماشيا مع قدراتهم وأوضاعهم. وذكر المتأهلون أنه على الرغم من تنفيذ برامج التأهيل عينيا وماليا في الماضي إلا أنها لم تكن فعالة، وقد أحدث التأهيل بالقوارب نتائج جيدة. قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتأهيل 10 أسر بالقوارب عام 2019 في مديرية الدهلك. تضم مديرية الدهلك إدارات ضواحي جمهيلة ودهلك كبير وديسة ودربشة ودحل. نظم مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة دورة تدريبية يوم 12 و13 من مارس تركزت حول إدارة الوثائق والسجلات بشكل سليم لمسؤولي الأقسام والفروع ومدراء المديريات في الإقليم الأوسط. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان في افتتاح الدورة التدريبية بتعاون مركز البحوث والتوثيق. وحاضرت الدورة مسؤولة مركز البحوث والتوثيق السيدة أزيب تولدي التي قدمت شرحا شاملا عن التوثيق التاريخي وإدارته والتوثيق والأرشفة والعلاقة بين إدارة الوثائق وإدارة المحفوظات والتوثيق المرجعي وعرض التقارير. ووجه مسؤول قسم الشؤون الإدارية والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قلاتي الشكر لمركز البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، مناديا المتدربين بالعمل بفعالية في عملهم وخدماتهم اليومية مستفيدين من التدريب المقدم. من جانبهم أكد المشاركون أنهم سيعملون بجدية لتطبيق المعرفة المكتسبة لمساهمتها في عملهم. نظم تأهيلا للمرأة في مديرية قلوج لمساعدة المرأة عامة والأمهات خاصة على إثراء طبق الطعام باستخدام الخضروات والفواكه المزروعة في محيطهن. ركز التأهيل المصحوب بالعمل التطبيقي على الطبخ بشكل عام وفوائد البطاطا الحلوة والبازلاء خاصة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة مأزا قيتوم أن الاتحاد ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع شركائه لتحسين معيشة المرأة. ودعا مدير مديرية قلوج السيد سيزر ميكائيل المتدربين على العمل الجاد لضمان صحة أسرهم ومجتمعاتهم.
مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد. وشدد الرئيس الروسي في مقابلة مع وكالة الإعلام والتلفزيون الروسي على جهوزية بلاده لخوض حرب نووية على الصعيدين العسكري والفني، منوها بترسانتها النووية، إلا أنه نفى في الوقت نفسه وجود أي دوافع باتجاه حرب نووية، قائلا: ليس كل شيء يدفع باتجاهها حاليا. واعتزم بوتين في مقابلته توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: إذا أجرت أمريكا اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه. وأكد أن الترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى. وفي تعليقه على الحرب في أوكرانيا، نفى وجود أي حاجة لاستخدام الأسلحة النووية، معلنا عن استعداده لخوض محادثات بشأن أوكرانيا، لكن شريطة أن تستند إلى الحقائق. ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أن انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ظلت قرب مستوى قياسي مرتفع في عام 2023 على الرغم من مجموعة من التعهدات من قطاعي النفط والغاز لكبح تسريبات البنية التحتية. ومع ذلك قالت الوكالة إنها متفائلة بأن الأقمار الصناعية الجديدة يمكن أن تساعد في تحسين المراقبة والشفافية حول تسرب غاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري المؤثرة، إذ أنه مسؤول عن قرابة ثلث الزيادة في درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية. وذكر التقرير أن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري أدى إلى إطلاق أكثر من 120 مليون طن متري من الميثان في الغلاف الجوي العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن عام 2022. وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، اتفقت نحو 100 دولة على خفض انبعاثات غاز الميثان بسرعة وبشكل كبير، إضافة إلى الالتزام السابق الذي تعهدت به أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بما لا يقل عن 30% عن مستويات عام 2020 بحلول نهاية هذا العقد. أوصت المفوضية الأوروبية بضرورة انطلاق المباحثات من أجل عضوية البوسنة والهرسك بالاتحاد الأوروبي بعد 8 سنوات من تقدمها بطلب الانضمام. وأعلنت رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين قرارها التنفيذي في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، حيث قالت إن ملف البوسنة شهد تحقيق تقدما كبيرا من جانب سراييفو خلال العام الماضي. ومنحت البوسنة صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2022، والبوسنة هي واحدة من 5 دول في غرب البلقان معترف بها كمرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. انفجر أول صاروخ ياباني خاص يحمل قمرا صناعيا حكوميا من إنتاج شركة سبيس وان بعد إطلاقه بثواني معدودة. وأعلنت الشركة أن حطام الصاروخ سقط في الجبال القريبة من موقع الإطلاق، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وارتفاع عمود دخان كثيف، ولم يحدد إلى الآن سبب انفجار الصاروخ. وكان الصاروخ يحمل قمرا صناعيا حكوميا وزنه حوالي 100 كيلوغرام مصمما لمراقبة سطح الأرض. وكان هذا أول إطلاق لقمر صناعي حكومي تقوم به شركة يابانية خاصة بالكامل. ويبلغ طول الصاروخ 18 مترا ويزن حوالي 23 طنا، ويعود لشركة سبيس وان، كما أن موقع الإطلاق الواقع في محافظة واكاياما يعود لنفس الشركة. مشاهدينا الكرام، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. استشهاد قائد القوات البحرية اللواء حماد كاريكاري.
امتحانات الشهادة الثانوية تجري من 18 إلى 25 من مارس. مديرية صنعاء تشهد حصاد محصول بطاطا جيد. روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد. انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ظلت قرب مستوى قياسي مرتفع. والمفوضية الأوروبية توصي ببدء مباحثات انضمام البوسنة للاتحاد الأوروبي. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.